السلام عليكم ورحمة الله. دايرين لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم غنشارك معكم الضلعة في الفران مع المرافقات ديالها. الصراحة اللي جات لذيذة وشهادة الكليان اللي خداها من عندي، اللهم لك الحمد. توفقت فيها رغم ان التصوير في الاخر شويه ناقص، لكن ما فيها باس. المهم غادي نشارك معكم انايا هادشي كامل اللي درته في هاد العرضه هذه. ندعو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه هنا عندي انايا الضلعه، كنشدها كنتكها مزيان 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 وكندخل فيها الثومه راه ماشي دروس كاملين، لا غير طريفات ديال الثومه. انا تقريبا واحد 3 دروس ديال الثومه، فهذه كنبقى بحال ما هكا كنتقب وندخل نتقب وندخل بهذه الطريقه هذه. ردوا بالكم لا تضربوا يديكم. صافي بهذه الطريقه هذه كناخذ تقريبا هنا عندي واحد 200 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده، مصدر حيواني ماشي الزبده ديال هذا. كندير فيها معلقه كبيره ديال السمن والقدر اللي غيكفي لهاد الضلعه ديال الملحه، وكندير وريقات ديال اليازير غسلوه مزيان طبيعه الحال، وكنحاول نعجن هذيك الزبده مزيان حتى كتولي بحال البوماط، وكندهنها بهاد فوق هاد الضلعه هذه. كندهن الاطراف كاملين، كنتاكد بان الزبده تلبست ليا بهاد الحيمه هذه اللي عندي. ردوا بالكم. هنا صافي من بعد ما كنلبس هذيك الحيمه كناخذ الورق الالومنيوم او هاد البابي الومنيوم، كناخذو كنفرشوه هو الاول، كندير فوق منه ورق الزبده. ما تخلوش اللحم يلامس ورق الالومنيوم نهائيا، حاولوا تغلفوا مزيان بورق الزبده مزيان بحال ما هكا، لان ورق الزبده غادي يخليه يطيب، وثاني حاجه لانه هو صحي اكثر من الالومنيوم. صافي كنتاكد ان الزبده داخله لي في جميع الاطراف ديال الحيمه ديالتي. هنايا ردوا بالكم لا تضربوا يديكم، هذا اللحم كيكون شويه ماضي في هذوك الاطراف ديالو. صافي هنا بالنسبه للحم راه جابوه ليا الكليان. هنا كناخذ عويدات ديال اليازير كيكونوا كبار، كنحاول نلوحهم فوق هاد الضلعه هذه. الصراحه راه جات بنينه، ما تديروا ما درتش لا بزار لا حتى شي حاجه، غير مليحه واليازير فقط، وكتجي زوينه وشويه ديال السمن الحار. صافي وكنلوح واحد الطريف ديال الثومه لتحت، كنحاول نلمطها مزيان يعني ما نخليش منين الهواء يخرج من هذاك، بحال غادا نضغطوها بحال غطيف طنجرة الضغط بحال ما هكا. كنضغطها مزيان وكنحطها في الطاوه اللي غادا تدخل للفرن. انا هنا عندي كانوا ثلاثه ضلعات. هنا غندوز الخضيره، عندي كميه من الخل، درت معلقه كبيره ديال الملح اللي غادا تكفاني ديال الخضره كامله، ودرت معلقه كبيره ديال الفلفل الاسود اللي كيكون بيض، ماشي الفلفل الاسود كيكون كحل، والزيت قد الزيت قد الخل. هنايا خديت اناء درت فيه تومه تقريبا واحد 2 دروس ديال التومه، 3 كيلو ديال هذا. اول حاجه انا درت البطاطا ما تكتروش. انا صافي كندير كنكون مقطعه المعدنوس او البقدونس، كنزيد شويه دقيق ديال السودانيه وشويه ديال الفلفل الاحمر. الدول الاخرى عندهم الفلفل الاحمر يعني حار، يعني ما غاديش ندير السودانيه. صافي وشويه ديال الكمون. هنا كتبقى التوابل على حساب الخضار اللي عندكم. كنخلي هذيك التوابل تسخن مزيان مزيان مزيان، وكناخذ قطع البطاطا انا كنت سالقاهم ومقشراهم. كنحاول نحرك غير من التحت باش ما نخسرش الشكل ديال البطاطا. وهنا رشيت عليها شويه ديال اليازير او اليازير. هنا كناخذ الاناء نفسه حيت منه هذيك البطاطا اللي وجدتها، كندير شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الفينيغريت اللي فيه الخل والملحه والفلفل الاسود. كنزيد شويه ديال الثومه، واحد 2 دروس ديال الثومه غير دريس ماشي راس كامل، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال السودانيه. الدول الاخرى غادي يديروا الشطه اللي هي عندهم راهي حاره السودانيه. صافي هنا عندي الجزر انا مقطعه تقطيع الشكل، ديروا الشكل اللي يعجبكم. انا قطعت هذا الجزر هذا وفورته، يعني هو طايب في البخار. درت معاه طريفات ديال الحامض باش يحتفظ ليا باللون ديالو، وزدت عليه شويه ديال هاد الهريسه هذه حيت فيها بنه الحموضه، وزدت عصرت تقريبا واحد حامضه على هذه الكميه هذه. هنا راه عندي تقريبا واحد 2 كيلو ونص ديال الجزر، وكميه الخضار على حساب الاطباق اللي كترافقوها مع هذا. هنا كناخذ الذره المعلب
الذره المعلب راه كيتباع في المحلات، كنضيفوا على هذا الجزر. شوفوا التحرك كيفاش، راه غير من تحت، انا راه غير هنا مسرعه الفيديو، راه كنحرك غير بشويه باش هذاك الشكل ديال الجزر ما يخسرش ليا. صافي كنحيد هذا الجزر كنحطوه جانبا حتى هو، حطيت البطاطا جانبا وحطيت الجزر على الجنب. نفس الاناء تخدموا فيه باش ما تكثرش عليكم الماء، كتعرفوا هذا الشيء كيبغي بزاف ديال التروبيلات. انا خديت هذاك الفينيغريت اللي عندي نيت كبيت شويه منه، خليته سخن شويه على العافيه. هنا عندي اللوبيا الخضراء حتى هي مفورها مع الطريفات ديال الحامض باش تحتفظ ليا بالشكل ديالها الخضر. صافي ما درتش هنايا المعدنوس والطحميره وهذا، لا هنايا درت عندي هنا الزعتر مطحون. صافي غير الفينيغريت والزعتر، ما درتش فيها انايا الفلفل الاحمر وهذا السودانيه، لا انا اكتفيت غير بنت الزعتر، صراحه كتجي زوينه. وهنا ضفت واحد رشه ديال المعدنوس غير باش يعطيني اللون لهاد اللوبيا الخضراء اللي عندي. كنحاول ندخل هذاك الفينيغريت وهذاك الزعتر باش يتشرب ليا مزيان في اللوبيا وتجيني بنينه. خضار راس ضروري بنينه باش ما تجيش باسله. وضفت عليها هنا الزيتون، هنا عندي زيتون انا مسلاله ضفته على هاد اللوبيا، صراحه جات بنينه، حطيتها جانبا. عاوتاني هنا درت الفينيغريت، درت شويه ديال المعدنوس، ضريس ديال الثومه او جوج، ما كتكثرش الثومه حيت العراضه ما ماشي يبداو ياكلوا ريحه فمهم الثومه. صافي هنا درت البروكولي من بعد ما سلقته، البروكولي ما تسلقوهش بزاف، وعاوتاني هنايا ما تحركوهش بزاف. صافي هنا كنبدا غير هنشتو غير كنهز الطنجره وكنحرك بشويه باش يبقى هذوك البروكولي محافظ على الشكل ديالو بحال الشجيرات. وصافي هنا كملت الخضار كامله. نشاط سمحوا لي ما صورتوش، هذا نسيت باش نصوروا. صافي هنا هذه الخضار عندي درت معها مع هذه الضلعه هذه رافقتها بمملحات. مملحات كانوا هنايا عندي هنايا هاد الفلفله معمره بالكفته، فايته مشاركاها معكم في واحد الفيديو. وهنايا درت البيتزا. هاد المملحات غادي نتنكروا من بعد هذا. وهنا بساطل ديال الحوت راه فايته مشاركه معكم البساطل، انتم شفتوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. صراحه جات واحد العراضه اللي هي زوينه بزاف وفرحوا بها الناس. وهنايا درت ميني شاورما. هنا كانت هاد العرض على حساب مناسبه ديال الاسبوع، الله يكبر الوليد في طاعه الله سبحانه وتعالى ويحفظوا الوالدين. كانوا تما كاين بريوات ديال السبيناخ والفرماج. هادو بساطل ديال الدجاج، انتم شوفوا كيفاش الشكل ديالهم رائع. وهنايا بعض المقبلات، درت فلفله، درت الزيتون، درت شلاضه مشويه راه فايته مشاركاها معكم في القناه. هاد المقبلات غادي نرافقوا الشواء. هاد عن طبيعه الحال ديال السيده. ها هو الطبق. انا ضفقت درت ستفت الخضار في الجناب وحطيت اللحم. الصراحه دركني الوقت وخفت اللحم لا يبرد ليا، ما قدرتش نصور، سمحوا لي بزاف. المهم ها انتم كتشوفوا، ها هي اللوبيا الخضراء، هنايا البروكولي وهذاك الورق العنب معمر. نتمنى هذا لا شابنيو اللي ما صورتوش معكم. نتمنى الفيديو يعجبكم. الى الانسان ديالكم عجبكم الفيديو ما تنسونيش من البارطاج والتعليق الجميل ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.